كلنا نعرف أن اللغة العربية هي هوية، بس هم نعرف أن هواي طلاب يعانون من عدل، خاصة فترة الامتحانات الوزارية. ولهذا ضيفنا اليوم مو شخص عادي، هو شخص قرر يسوي فرق ويشرح العربي بطريقة أقرب للطالب. نرحب بالأستاذ علي الشامي من منصة بصمة أكاديمي. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا يسعدني ويشرفني أن أكون أحد عناصر منصة بصمة في برنامج بودكاست، ومن خلال هذا البرنامج راح نتطرق لأطراف الحديث عن التعليم وأهميته وأسلوبه وطريقته وما هي المصاعب وكيفية حل هذه الأمور من خلال منصة أكاديمي بإذن الله تعالى. أستاذ علي، احكينا عن نفسك وشلون بدأت رحلتك في التعليم العربي؟ طبعا التعليم يعني الغوص به وعملية تدبير الأمور فيه كثيرة يعني حقيقة. بالنسبة لي يعني من عائلة تربوية يعني الوالد مدرس، الوالدة معلمة، الأخ مدرس كذلك، زوجتي معلمة مدرسة جامعية. مريت بمراحل كثيرة في حياتي يعني بالابتدائية والمتوسطة والإعدادية انتقالا إلى الجامعة. من خلال تعييني كمدرس أنا عندي كبدايات أساسياتي اللي هي البيت، والبيت هو منشأ المدرس يعني. مرينا مراحل من خلال تعييننا بالمدارس في المتوسطة وإعدادية، قدرنا من خلال هذه المراحل أن نبني شخصية واضحة، ومن خلالها نستطيع أن نبني مستقبل للأجيال من خلال تطلعنا للمستقبل ومن خلال دراستنا الصحيحة ضمن أطر صحيحة وضمن أساسيات صحيحة. طلاب السادس الإعدادي دائما يحسون العربي بتعقيد، خاصة القواعد والإنشاء. شنو أكبر الأخطاء اللي يرتكبها الطالب وشنو ممكن يبسط المادة لنفسه؟ الطالب ضمن قواعد اللغة العربية معاناته مركبة. أساسيات قواعد اللغة العربية الطالب ما يدركها بشكل صحيح، هذا يسبب له معاناة بالمستقبل. الأساسيات من الابتدائية والمتوسطة ما قاعد يدركها الطالب بشكل صحيح، ويعاني من عندها وين يوصل المراحل المتقدمة بالأكاديمي بالإعدادية، يوصل عندها يتوقف الطالب. هاي الأساسيات لازم الطالب يقضي عليها من خلال المتابعة والدراسة. كل ما يدرس بشكل صحيح بالأساسيات، أساسيات قواعد اللغة العربية، يوصل إلى مراحل متقدمة. طبعا الطالب أو الطالبة حفظ اللغة العربية كقواعد مو صحيح، مو شغلة حفظ القواعد فهم رياضيات، فهم وإدراك. كل ما الطالب كان فاهم بشكل صحيح قواعد اللغة العربية من خلاله يستطيع أن يكون بشكل واضح للمستقبل. ولذلك احنا طلابنا نعاني من عندهم بهذا الجانب. نيجي طالب الصف السادس اعدادي كل اساسيات قواعد اللغه العربيه ما يملكها، فنرجع وياه اساسيات المتوسط، الاول متوسط والثاني متوسط والرابع اعدادي، الى ان نصل الى مستوى ما اريد اقول متكامل لكن مقبول جدا. نعم. خلينا نحكي شويه عن الامتحانات. شنو المواضيع المهمه اللي لازم يركز عليها الطالب حاليا؟ المواضيع المهمة بالامتحانات لو من خلال الدراسة، طبعا احنا قلنا بالسبق بالسؤال انه الاساسيات، لكن الطالب اليوم طالبنا بالصف السادس الاعدادي عند الاسئلة الوزارية مصدر مهم من مصادر النجاح. الاسئلة الوزارية مو بس بالعربي، بكل المواد. الاسئلة الوزارية اذا الطالب تدرب على صيغة الاسئلة الوزارية وكيفية صياغة السؤال وكيفية الإجابة ونمط الإجابة وما هي الخطة من خلال الإجابة، الطالب لا تخاف عليه مباشرة. ليش؟ لأن الأسئلة الوزارية التكرار بها والمراجعة بها يخلي الطالب عنده نوع من الملكة في معرفة الإجابة وكيفية الإجابة. يعني طالبنا هذا أنا أعتقد من خلال الأسئلة الوزارية الطالب يستطيع كل شيء يحل الأمور، إضافة إلى الدراسة الصحيحة ومن خلال الأساتذة ومن خلال المنهج الصحيح والتلخيص والأسئلة الوزارية والملازم اللي يتمكن من خلالها الطالب أن يصل إلى الدرجة الكاملة. هذا اللي أشوفه أنا مناسب من خلال ما أرتئي أنا يعني. أستاذ علي، خلينا نحكي اليوم عن تجربتك ويا منصة بصمة. والله شوف، خلي أقول لك، أنا كأول تجربة إلي تبادلت وياكم أطراف الحديث ومعرفة منصة بصمة والعاملين في منصة بصمة والإدارة والأخوان والأخوات، لقيت عندهم حقيقة الاحترام والتقدير، وإضافة أنهم كانوا متابعين جدا لكل مدرس موجود في هذه المنصة، ومتابعين من خلال الأمور اللوجستية والإدارية، وكذلك يعني وفروا لكل مدرس كل المستلزمات الأساسية بنجاح العملية التربوية. حقيقة أنا أحييهم وأثني عليهم وأشكر جهودهم وبارك الله بهم.
أستاذ نعطينا نصيحة أخيرة لكل طالب يسمعنا حاليا. النصيحة اللي أشوفها مناسبة لكل طالب ولكل طالبة أن يكون حريص كل الحرص على مستقبله. الحرص ما يجي من فراغ ولا يجي بالنوم، الحرص يجي بالقراية والدراسة والمتابعة بشكل صحيح للأستاذ، مدرستك، ببيتك، على المنصة، متابعة مستمرة. الطالب اليوم والطالبة يحتاج أن يكون بشكل دقيق ضمن أطر وضمن أنظمة صحيحة بالدراسة. أنا نصيحتي لهاي للطلاب جميعا، حتى طلابي أنا الخاصين، المتابعة والقراية هي أساس النجاح وأساس المستقبل. اليوم أنت من تقرأ بشكل صحيح ضمن منهج صحيح للوزاري، أكيد بفترة المراجعة ومن ضمن الدخول الوزاري أنت ما راح تعاني. ليش؟ لأن أنت أساسك صحيح، ما عندك إرباك ولا عندك مشاكل. لكن كل ما تكون دراستك متلكئة ضمن أساسيات غير صحيحة ما توصل إلى نتيجة أكيد. ونصيحتي للطلاب والطالبات، الطلبة بشكل عام، أن تكون دراستهم صحيحة، متابعتهم للمدرسين والمدرسات بشكل صحيح. المتابعة ما تشمل إلا أن تكون أنت تحتوي كل الأمور بشكل صحيح دراستك ضمن منهجك اللي أنت تدرسه. وأتمنى لهم الموفقية والنجاح بإذن الله تعالى. من خلال منصة بصمة أكاديمي أوجه رسالة لكل طالب ولكل طالبة، وأوجه رسالة لكل عائلة من العوائل العراقية: متابعتكم لأولادكم، بناتكم والبنين بشكل خاص. المتابعة أنه تشوف الطالب وتشوف الطالبة وتحثهم على الدراسة ومتابعتهم بشكل دقيق. أخواني وزملائي الأساتذة أيضا يكون جهدهم والأثر اللي تركوه عند الطلاب وعند الطالبات يكون أثر واضح. أيضا يكون لهم دور في متابعة الطلاب والشد على أيديهم والامتحانات اليومية والأسئلة الوزارية. هاي أنا نصيحتي للعوائل ونصيحتي للأساتذة بشكل خاص وبشكل العام. شكرا أستاذ علي، وشكرا لكل طالب يسمعنا ويشتغل على نفسه. تابعونا على منصة بصمة الآن، لأن هواية فايدة راح تجيكم بالطريق إن شاء الله. شكرا جزيلا حبيب قلبي أنت. وقفت لهنا ما أدري بعد. خلصت الطاقة هذا.